هو مش قصده يخبط، هو خلي بالك اللي هو بيقول لهم الدنيا اخف هنا والاهلي الشخصيه نفسها مهزوزه هزه. انا اعتقد ان سيزون ليفربول اعتقد هو لعيبه بايرن واخده وقتها كوره حلوه قوي في الخروج. هو ريال مدريد ضيع كتير جدا. اسبوع حزين. لا بالنسبه لك انت. ليالي الابطال عادت من جديد وعاد معاها الصياح تاني. ريال مدريد، ليفربول، برشلونه، وفوق البيعه الاهلي. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الصياح. ازيك يا تيكو؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اسبوع حزين. لا بالنسبه لك انت نص حزين. ما حدش قدك. انا كده انت نص حزين، بس انت بقالك كتير ما كسبتش ريال مدريد من 2012. يعني ربنا يسهل وتكمل يعني. يا رب. ما لهمش امان كده. بس انا بالنسبه لي الماتش ده كان بايرن المفروض يجيب 5 تجوان الشوط الاول ويطلع كده 5-1، وبعد كده نشوف الشوط الثاني هنعمل ايه. يعني كان في رعونه فظيعه بالذات الشوط الاول. هو كان في عارف البساط من غير لازمه. اللي هو انت الجون قدامك فاضي ماتشوط يعني. يمكن دي اكتر حاجه كانت مركزاني في الماتش. بس بايرن لعب ماتش حلو وكمباني يعني على الامكانيات اللي معاه. لا انا مبسوط جدا. بصراحه بايرن يعتبر كان هو اللي ركب. بس هو ريال مدريد ضيع كتير جدا. مرتداتهم مرعبه. بيت امبابي وفينيسيوس الاثنين مش طبيعيين. بس اوفرول انت تحس ان بايرن هو اللي ماشي الماتش زي ما هو عايز. بس امبابي وفينيسيوس احد اسباب ان بايرن كان كويس برضه، لان ريال مدريد ما كانش عارف يضغط. لعيبه بايرن واخده وقتها كوره حلوه قوي في الخروج. فانت طول ما انت عندك فينيسيوس وامبابي مع بعض هم اول خط ضغط في ريال مدريد، انت عندك مشاكل. فانت على قد ما هم جامدين في المرتدات وارنولد بيعرف يوديهم، الوحيد اللي بيعرف يودي في الفرقه دي. بس انت عندك كريال مدريد لسه مشكله في حته ان انا ازاي هضغط باول خط، عشان دول 2 لعيبه انت عارف ان هم ولا بيضغطوا ولا حاجه. دي بتلعب 9 وانت بتدافع. الناس عايزه الكره في مساحه ويروحوا يخلصوا على طول، ولا عايز يدافع ولا عايز يبذل مجهود. فطبعا هتفضل دي مشكله ريال مدريد. ومش بس فينيسيوس ومبابي، انت كمان على فكره ما عندكش البديل. يعني الوحيد في ريال مدريد قدام اللي عنده تنوع شويه في الادوار هو رودريجو، اللي هو الجمهور اصلا مش طايقه بالظبط. هو اتصاب وبيشتموه يعني حتى قبل الاصابه عشان ارقامه وحشه وما بيجيبش جوان. سبب كبير ان هو بيجيبش جوان ان هو ادواره متعدده. الراجل ما عندوش الحريه بتاعت فينيسيوس ومبابي، مش هيلاقي نفسه قدام الجون كتير. عندهم مشكله جامده قوي في الضغط. انا ممكن اخد من كلامك في حته. انت لو ركزت لعيبه ريال مدريد كواليتي مرعبه، لو ركزت فيهم كلهم هتلاقيهم ان هم معظمهم وان دايمنشنال. عايز اختلف معاك او هتفق معاك بعد ما قلت وان دايمنشنال. يعني هو مرعبين في حاجه معينه بس هم ما عندهمش حد زي لايمر. ايفن حتى جنابري برغم امكانياته الاقل بكتير جدا، بس ادواره نفسها هو ممكن يقوم بكذا دور. ايفن لويس دياز كوينج ممكن يقوم بادوار مركبه كتير. اللعيبه اللي زي دي مش موجوده. ريال مدريد عندهم كواليتي، بس في مشكله كومن بين كل لعيبه ريال مدريد تقريبا او 90% منهم، ان كل واحد فيهم عايز خطه على كيفه. صح. يعني انت عشان تلعب ارنولد وتاخد منه كل حاجه، ارنولد لعيب ازاي كان جامد جدا مع كلوب. ان ارنولد عارف ياخد وقته على الكوره، وهو عنده تكنيك باسنج خطير، شورت ولونج وبلاي ميكنج فظيع. هتاخد من ارنولد احسن حاجه لما ارنولد يبقى عنده وقت على الكوره. ازاي ارنولد كان بيبقى عنده وقت على الكوره؟ ان هندرسون شغل له يعني بادي جارد. انت اطلع يا باشا ومالكش دعوه. في ريال مدريد عشان تاخد من ارنولد ده انت محتاج تعمل كده. طب امبابي علشان تاخد منه احسن حاجه انت محتاج انك هتشوف ازاي لما الكوره تقطع منك هتعوض ان امبابي مش هو اللي بيضغط. هتعوض ان ازاي امبابي عايز الكوره في رجله دايما على الشمال، وفينيسيوس عايز الكوره دايما في رجله على الشمال، وبلينجهام ازاي راجل مش عايز يدافع وادواره كلها الخطيره في الفاينل ثيرد. انت بلينجهام ولا بيعرف يبيلد اب ولا بيعرف يستلم ويلف في الحتت الضيقه. بلينجهام هو بوكس كراشر زي ما كان انشيلوتي بيستخدمه السيزون اللي هو احلى سيزون عمله بلينجهام. صح. لما كان بيلعب سترايكر. بس هو بص كان وراه مين؟ جنب فينيسيوس. كان وراه مين ليه؟ عشان ما كانش فيه مبابي. زائد دي لو نص الملعب كمان كان مختلف طبعا. يعني الوحيد يا عيني اللي متمرمط في ريال مدريد هو بيقوم بكل الادوار اللي انت بتقولها. يعني هو بيحاول يبقى البودي جارد بتاع ارنولد، بيحاول يساعد في الضغط. هو يا عيني منتشر في كل حته. هو الفيردي واحد مش كفايه. هي متمرمط حرفيا على فكره. يعني اللي انا بشرحه لك في حته ارنولد وهندرسون، انت خدت احسن حاجه من ارنولد، بس انت في الاخر بنيت خطه على لعيب معين. وفي ريال مدريد من كتر ما اللعيبه دي كتير فانت محتاج هتبني خطه على مين؟ كام خطه؟ هتبني على مين؟ طب هبني على ده. طب ما ده هخسر الكواليتي بتاعته. هبني على ده هخسر الكواليتي بتاعته. انت مش هينفع تعمل كده في ريال مدريد لانك ما عندكش الاوبشنز الكتير. خط النص بتاع ريال مدريد زيرو كرياتيفيتي. زيرو. مفيش حد عارف اللي هو مش ريجيستا. يعني ريجيستا بالمعنى المودرن شويه. مفيش حد يمسك ريتم. يعني انا شايف ان مشكله ريال مدريد من زمان جدا
من ساعه مودريتش وكروس مفيش حد بيمسك ريتم، ومش لازم يبقى نص ملعب، ممكن يبقى وينج، يعني مفيش حد بيقف على الكوره او عارف امتى بيسرع الريتم امتى بيهدي الريتم، لا هو تحس كل لعيبه عايز تاخد الكوره وتجري. حتى لما استخدم اردا جولر ان هو يعمل اللي انت بتقول عليه ده، من الوحيد اللي ممكن يعمل كده. فاردا جولر برضو لعيب مش متنوع نفس التنوع بتاع مودريتش. صح. مودريتش بالكوره ومن غير كوره. من غير كوره برضه عشان ما اظلمش اللعيبه بتاعت دلوقتي، مودريتش ده ما بيجيش كتير في التاريخ. هو لعيب تاريخي. فهو كده يعني عشان تقدر تنجح اللي ريال مدريد عايز يعمله قدام لازم يبقى عندك كروس ومودريتش وكاسيميرو ونفس التركيبه. مش هيلاقوهم. انت دلوقتي تشاوميني ما فيش ولا دفاع ولا هجوم، صفر، لعيب صفر ما جاش. واحد اسباب الجون الاول بتاع بايرن من وجهه نظري ان هو على طول مستخبي. يعني ريال مدريد كان بيطلع بالكوره، فينيسيوس اتزنق على الطرف عايز يرجع الكوره ورا، انا فين السته بتاع مروان عطيه ريال مدريد. ايوه تشاوميني مستخبي في ظهر هاري كين. بتعمل ايه يا معلم؟ احنا عايزين نطلع نطلع، انت السته بتاعنا. صح. فريال مدريد عنده مشاكل كتير قوي وسكواد ضعيف قوي 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 على الرغم من كل الكواليتي اللي موجوده فيه، بس كل واحد مع نفسه. جالاكتيكوس 2 تحسها كده مع فرق طبعا نفس الكونسبت، مع فرق الاسامي، يعني فرق الاسامي بس نفس الكونسبت، اللي هو انا بنيت وجبت اسامي في الهجوم مرعبه جدا، بس انا في حاجات سقطتها. بالظبط. سقطت اجيب حد في نص الملعب بدل مكاليلي، فسقطت اجيب حد بدل مودريتش وبدل كروس، فاعتقد ان هي نفس الفكره. مش عارف ريال مدريد على فكره برغم كل ده برضو انا خايف في العوده عادي. ما هي المشكله ان ريال مدريد ملوش امان، عامل زي الاهلي كده اللي هو انت ممكن بالزبط. يكسب وهو ولا حاجه. فريال مدريد طبعا ملوش امان، ممكن فجاه تلاقي اللعيبه دي كلها استرجلت ما تفهمش ليه وازاي. مبابي لوحده اصلا، يعني نوير عمل ماتش عالمي على فكره بعد كل ده. نوير نجم الماتش في البايرن، يعني بعد كل ده نوير شال سكور صعب جدا من مبابي. مبابي لوحده اصلا مرعب يعني. بس اتمنى ان الموضوع يبقى احسن. يعني المفروض هو ريال مدريد بقى له كتير فريق لقطه هي اللقطه خلص، وكل بقى اللعب الوحش اللي انا لعبته هيتنسي ومش مهم اي حاجه. صح. من بعد السيزون بتاع بيلينجهام وفينيسيوس سترايكرز ده وهم يعني انا مش مطمن كده ما تطمنش ريال مدريد حتى لو انت كسبان. بس بالظبط كده بالظبط. وانا مش مطمن بسبب اسباب تانية، يعني برضه في مشاكل في السكواد، بس المدرب بقى بيفرق يعني. دي حاجة. يعني كده تحيه للكومباني، كده راجل جاي من تحت الصفر. يعني اعتقد دي نختم بيها بايرن وريال مدريد. احنا عندنا مواضيع كتير قوي. ليفربول لازم اصل مفيش جديد. اصل ده ملخص السيزون. الماتش النهارده انا شايف ده بيلخص سيزون ليفربول. الفرقه مستسلمه جدا جدا جدا. انا اعتقد ان باريس كسب باقل مجهود. انا ما حسيتش ان باريس بيبذل مجهود في الملعب. باريس اصلا عشوائيه، بتغير خطه فجاه. بص انا كنت بقول لك بايرن مستهتر ان هو ما خلصش الماتش من بدري وما جابش 5 اجوان من بدري وقفل الدنيا. بقول لك بقى ان باريس اوحش من بايرن. يعني باريس كان عنده فرصه ان هو بدل ما يجيب 5 يجيب 10 عادي جدا لو ضغط بس سنه. هو اوريدي اول ربع ساعه كان في ضغط جامد وفي فرص كتير ضاعت، وديمبلي ضاع كورتين بعد كده، وجفارا برضو في كام كوره كده كان بيأنن فيها. في استهتار شويه من باريس. فيعني انا لو انريكي هسبوت على الحاجات دي. يا جماعه احنا كان عندنا فرصه ان احنا النهارده مش مهم العوده، لكن هو 2-0 برضو اي نعم بحاله ليفربول بالظبط كده مفيش رجوع، بس 2-0 مش نتيجه امان. يعني مش نتيجه امان خالص. يعني انت عندك فرصه انت تخلص وتريح دماغك وتريح اللعيبه والموسم مضغوط، فيعني المفروض في الحالات دي انت بتخلص. لو بصيت على الجونين اللي باريس سان جيرمان جابهم النهارده من اول الهجمه هتلاقي ان لعيبه باريس معمول لهم حراسه. عارف موكب الرئيس. اتفضل حضرتك اتفضل خش. مش رئيس بقى واحد، 11 رئيس. اتفضلوا اللي انتوا عايزين. اتفضل يا باشا. 11 رئيس انت بتخدم عليهم. ازاي هيعدوا؟ ازاي تبقى الكره تحس ان في واحد؟ يعني الجول الاولاني ده في لحظه كده في اول الهجمه دويه في وسط، مش فاكر دويه او جو نيفيس، في وسط مثلا في 5 حواليه. فانت كمشاهد لما تشوف المنظر ده انت بالنسبه لك الكوره دي خلاص اتقطعت. بالظبط. لا هي ما اتقطعتش يعني في اخر جول. يعني في الاخر لقينا دويه خرج كده من النص بالكوره. يعني انت مش فاهم ايه اللي بيحصل. مفيش حده. الجون الثاني ده فضيحه قوي. الجون الثاني كفارد الباس وجري كده ومصر كلها شايفاه، وده اداها له كده برده ومصر كلها شايفاه وبنأمن عليه يا باشا. اتفضل لحد ال6 ياردة، خش رقص الجون براحتك، خش حط الكرة والجون فاضي. يعني مثلا ما تقدرش تقول ان هي غلطة لعيبة، لان دي حاجة مش ثابتة النهارده. دي حاجة بقى لها شهور وبنتكلمنا عليها من شهور، ان انت لما بتفقد الدريسنج روم ولما اللعيبه تفقد الثقه فيك كمدرب خلاص مش هيدوك في الملعب. هل حد يختلف على كواليتي فيرتس؟ هل حد يختلف على كواليتي ايكيتيكي، صلاح، ايزاك، فريمبونج، حتى سوبوسلاي، ماكاليستر، جرافنبرخ اللي شفناه السنه اللي فاتت؟
لا ده جرافنبرخ وماكاليستر فان دايك وكوناتي. انا بصيت لك دلوقتي 11 لعيب ممكن يلعبوا عادي جدا. كل واحد لما تيجي تفكر فيه بعد ما الناس دي تعتزل وتفكر فيه تقول كانت لعيبه كويسه. طب ليه اللعيبه كويسه ما بتلعبش كويس؟ عشان ما فيش مدرب كويس. فقدوا الثقه فيك، تصريحاته كلها زي الزفت. يعني ممكن ارسل لك دلوقتي 20 تصريح بس في واحد ده جديد لانج قبل الماتش اديني اشجيني. بيسالوا سلوت ايه رايك في غياب اليسون عن ماتش النهارده، هل هيأثر؟ فقال لهم احنا ماتش السيتي اللي فات اللي هو خسروا 4-0، ماتش السيتي اللي فات قعدنا اول 35 دقيقه ما احتاجناش ان احنا نلعب بحارس مرمى. كحينا ايه ده؟ يعني ايه الرد اصلا؟ يعني اساسا مارداشفيلي اللي انت هتعتمد عليه، اللي انت اساسا اكتر انت محتاجه عشان انت عارف ان انت هتتزنق طول الماتش، طبيعي انك هتطلع تشجعه. حارس صغير، حارس الاحتياطي بتاعك، المفروض ان هو مستقبل النادي بعد ما يعني يعني في حاجات كده اللي هي عارف الدباجه اللي بتتقال يا عم قولها. اطلع قول انا واثق في الحارس اللي هيلعب كليشيه كده وخلاص وخلص الموضوع. ليفربول بمن حضر اي حاجه يعني بيقولوا حاجات كتير قوي في المواقف زي دي. لا ازاي احنا لعبنا 35 دقيقه ما احتاجناش حارس مرمى فلبسنا 4 اجوان بعدها. طب وال 65 دقيقه معلش خلاص بقى. يعني انت دلوقتي ليفربول كليفربول وكاداره، انت دلوقتي السيزون بيروح منك كل حاجه. انت بتقول لي انا كنت ماشي من 5 اسابيع بلاش شهور. طب ليه انا مش فاهم. طب انا متفاهم كده يعني اداره الاهلي واحنا عمالين بنصيح منها هي مزنوقه ومحشوره في الشرط الجزائي وبلاوي سودا، انما ايه المشكله ما تمشيه؟ انت فعلا بيروح منك سيزون في كل حاجه. يعني انت كل حاجه طب يكمل عشان تشامبيونز راح، يكمل عشان الصعود شامبيونز ممكن يروح. طب انت مستني ايه؟ انا بالنسبه لي في الاول كان السبب ان هم مش عايزين يتسرعوا ويجيبوا حد يتحرق. يعني سيزون منهار، فانت ممكن تجيب مدرب دلوقتي يفضل الدنيا منهاره، فيبقى انت كده حرقت مدرب ممكن كان هو يبقى كويس. فاحرق الفرقه كلها. فبقى عندك اوبشن تاني، وهو ان في واحد اسمه ستيفن جيرارد قاعد فاضي، مدرب مش ناجح بس انت تقدر تمسكه ال3 شهور اللي تخلي اللعيبه بس تجري في الملعب. تحدياتكم بقت صعبه قوي. انت كنت فكرت في جيرارد، تحدياتكم بقت صعبه قوي. انا فكرت فيه بس 3 شهور يعني مش باين. عماد النحاس صح. انا عايز واحد لما يقول لي ده اجري هيجري، انما انت دلوقتي معاك واحد لو لبس جون مفيش ولا لعيب بيجري. على فكره ماتش السيتي اللي هو 4-0 ده دي نتيجه خادعه. انت اول 35 دقيقه اي حد اتفرج على الماتش عنده حق اهو لحد الدقيقه 35 لو اتفرجت على 35 دقيقه وسالت نفسك مين اقرب ان هو يكسب النهارده هتقول ليفربول كان احسن بكتير جدا في اول 35 دقيقه. بس مع السلامه جبت جون فيك عشان انت مش عارف تسيطر. خلاص اللعيبه هنا مفيش. هو السيزون خلاص. انا اعتقد ان السيزون ليفربول اعتقد هو اصل هو ما فاضلش حاجه تانية غير الشامبيونز، الصعود مش الشامبيونز. انا اعتقد ماتش باريس مستحيل، شبه الصعود ده بقى مش عارف. الصعود يعني انا عايز اقول لك ان فاضل 7 ماتشات في الدوري، 6 ماتشات من ال7 هتلعب الناس اللي حواليك. خلي بالك ان من كتر ما تشيلسي ومانشستر وكده انا عارف بورنموث دلوقتي تقريبا وكذا حد بورنموث وبرنتفورد وبرايتون وفولهام كله عنده امل. كل الناس عندها امل انها تطلع تشامبيونز ليج. انت ال6 ماتشات الجايين هم ال6 دول هايل. ومين بقى السابع؟ كريستال بالاس اللي هو اصلا عقدتك من غير حاجه. يعني طبعا لو انت بتخسر منه بولاسي روح بولاسي بتهفف في المكان. انت بتكسب الدوري بس كريستال بالاس كده كده واخد ال3 نقط بتوعه. ف7 ماتشات طبعا صعبين جدا، ويعني ما احبش ان انا اقول كده بس مصلحه انك هتخرج من الشامبيونز ليج. مصلحه انك مش تلعب كل 3 ايام، لان الاهم انت عمرك ما هتكسب الشامبيونز ليج، ولكن انت الاهم انك توصل الشامبيونز ليج عشان فلوس وعشان حاجات كتير جدا هتفرق. مع انك على فكره انت لو كنت عديت من باريس طبعا والمعجزه حصلت، على فكره الشامبيونز ليج مش صعبه قوي زي ما بتتخيل السنه دي بالذات. ده لما يكون شايف حاجه بعيني ممكن اعملها. الشامبيونز ليج مش صعبه، انا معاك. هو برشلونه هو بتودع وريال مدريد احتمال كبير يودع، هو بايرن هيبقى باقي بايرن، وباريس اللي انت هتبقى خرجتها خلاص مفيش حد، وارسنال انت ماتش صعب كده بس في الاخر هو هيبقى ماتش في الدوري الانجليزي لو انت قابلتهم. ستيل انت اضعف من كل الناس دي. انت في ليفل دلوقتي ليفربول في ليفل سبورتنج في الثمانيه. ليفل سبورتنج صح، في الثمانيه اللي وصلوا صح. فما تقعدش بقى تحرق بنزين وانت اساسا هو سكواد 11 12 لعيب واصابات قد كده. يعني ريح في ماتش باريس والعب على الشامبيونز والله العظيم. اقسم بالله انا ما كانش عندي مشكله. انا اساسا اتعصبت قوي ان هو ماتش سيتي بتاع الكاس ده لعب بال 11 اللي فضلوا ال11 اللي هيلعبوا عشان بيفرفر يا تركي. مدرب بيفرفر وعايز اي بطوله يلحق بيها السيزون بتاعه، ودي برضه من ضمن الكوارث على فكره. النهارده قعد صلاح صح؟ ايه فرق في ايه اللي فرق؟ ما اعرفش، ممكن اعرف. بدا اخر ماتش صناعه الفرص قلت بس بيأمن يا تركي في ايه؟ بيأمن طبعا. لعب بخطه اول مره يلعب بيها في حياته. كارثه اول مره. بقول لك هو ملخص والله السيزون في اللي بيحصل. والله واحد صاحبي قبل الماتش كان بيقول لي
في حد كان بيقول دايما اول لما تلاقي مدرب غير خطه في ماتش مهم دي حاجه نفسيا بتفشخ اللعيبه طبعا. ان انت انا نازل ده رد فعل، انت كده انت غيرت عشان انت خايف من حاجه بالظبط. لنا الله كده لنا الله كده. فاضل اخر حاجه، الصياح الكبير بقى، الديك الكبير. في ايه؟ ديك البرابر. الاهلي حالته صعبه قوي. الاهلي الشخصيه نفسها مهزوزه هزه مرعبه. هي مهزوزه مش بس في الملعب، هي مهزوزه في القرارات ومهزوزه كل حاجه من بدري في كل حاجه، بصرف النظر عن ضربه الجزاء الفضيحه كده. انا مقتنع من الناس اللي مقتنعه انا وحش اخد حقي. في ناس كتير شايفه انها مش ضربه جزاء، يعني كتير قوي كتير قوي. لا انا شايف انها ضربه جزاء، يعني حتى لو همشي مع الناس اللي بتقول لك اصل ايده كانت بترجع لورا فهيحطها فين، اصل ايده في وضعها الطبيعي بالظبط كده. مسافه بعيده جدا، مسافه بعيده والكره بطيئه ان هو يبعد عنها او ان هو يخليها ما تجيش في ايده. ضربه جزاء يعني كتاب اهمال من اللعيب خلاص، كتاب. بس عارف اقول لك المشكله يعني ده برضو ملخص ان انت بقيت انت سهل جدا الحكام تيجي عليك، يعني مفيش رد فعل. انت يعني انت بقيت فرقه من غير شخصيه، جوه الملعب وبره الملعب. وبره الملعب بتاثر في اخر في الامور التحكيميه دي. خلينا متفقين احنا في مصر، انت لو بشخصيتك لا الحكم هيخاف ان هو يعمل كارثه زي دي، خصوصا ان في فار وان هو يروح ويقرر ويقعد 5 دقايق يراجعها لا انت كده يعني زي ما بيقولوا مستباح من كل ناحيه. ساعه الكاف لما خلاك تلعب غير جمهور، ودلوقتي الحكام لحد بقى الفرقه، لحد بقى توصل بقى في الاخر الفرقه، يعني حاجه صعبه. فرقه محظوظه هزه مش طبيعيه. انت غالبا الاهلي كان بيلعب كويس عشان امام عاشور كان كويس، بس لما كان بيلعب كويس. امام عاشور دلوقتي مش موجود من ساعه الحركه اللي هو عملها لما ما راحش تمرين باين ولا ما راحش ايه، كان قبل الماتش على طول ماتش الجيش الملكي اتاخر وما راحش وقفل تليفونه وقال لك انا مصاب واصلا انا مش عارف ايه والجو بتاعه ده. انت عارف انا مشكلتي مش في الحركه، رد الفعل بس. طيب تعالى بقى هناخد منك كام مليون جنيه باين، حاجه كده تافهه بالنسبه له وبالنسبه لاي لعيب كوره، ومعلش عشان محتاجين لان هو اللعيب الوحيد اللي بيلعب. طب مش انتوا محتاجيني؟ مش لاعب. امام عاشور بقى له كام ماتش ما جاش؟ لا ده هو من ساعتها، هو من ساعه افريقيا مع المنتخب وما جاش، من بعدها ما جاش، ساعه ما اتصاب في كتفه بعدها ما جاش. فالاهلي ما زال مش لاقي الخطه اللي يلعب بيها. المدرب طبعا سيء جدا، مفيش اي حاجه على فكره. وشه بس يوني جدا. وشه بالنسبه لي يا جماعه الرياكشنات والله بالنسبه لي مهمه. يعني مثلا كمويش ده لما لعب ماتشين والناس كلها كانت بتقول وحش، انا الواد صعبان عليا، ما بحبش حد يحكم على حد من ماتشين وكمان بينزل الشوط الثاني ربع ساعه، بس انا مشكلتي ان هو لما بيضيع الفرصه الرياكشن غريب، ضحكه بنزيميه كده جميله. ده مش رياكشن واحد عنده دم يعني. ايوه، او مش رياكشن واحد مش متخيل المصيبه اللي انت ضيعتها. انت عارف ان كابوش ده ليه تصريحات كارثه بس ما خدتش حقها؟ ده في الاهلي طلع عشان التصريحات دي كابوش ما خدش قائمه الماتش عشان انت عارف بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انا كان بيسالوه اللي هو ايه الفرق ما بين السويد وهنا، وقال لك يعني هنا اللعيبه ما بتتدربش قوي وفي الملعب انت مش مطالب ان انت ترجع تدافع او تبذل مجهود. هنا ولا هناك؟ هنا انت متخيل الكارثه؟ انا يعني فاكره قصده هناك فبقول ماشي احنا مش عارفين يعني. لا هي دي الكارثه اصلا. احنا افتراضين ان هو بيحور، انت كارثه ان اصلا لعيب يطلع عندك بيقول كده، والاحتمال الاكبر ان هو صادق. هو يعني هي اصلا هيحور ليه فعلا. فانت عندك كارثه في التدريبات وكارثه في بين اللعيبه، ما حدش بيبذل مجهود، يقول لك اللعيبه مش عايز تجري، هو بالتالي بيقول لك انا ما ببذلش مجهود، ما حدش عايز يرجع يدافع او مش مطالب، ما فيش ادوار دفاعيه كتير، فده يلخص لك حال الفرقه. هو غريب ان هو خبط في توروب لان هو اساسا توروب هو اللي قعده للحياه. هو مش قصده يخبط، هو خلي بالك اللي هو بيقول لهم الدنيا اخف هنا وان يعني السويد كانت اصعب وهنا الدنيا اسهل. هو حتى مش قصده يخبط، يا ريته قصده يخبط. معلش انت دلوقتي انت لعيب في الملعب لو بقدرات فرديه بس هتخلص لك ماتشات كتير جدا. يعني انا حاسس هو السنه اللي فاتت عمل ايه؟ هو هل كان في خطه ولا هل كان في لا هو شويه رجوله على شويه حماس زي ما انت قلت كده وخلاص وعرفت تكسب. مفيش حتى اللعيبه تسترجل شويه، مفيش. هو دخلت اللي يجيب اللعيبه من الزمالك. لا ما تظلمش الزمالك بقى. ما هو لازم نلبسها في حد يا عم. او حتى الاهلي شبه ليفربول قوي. تخيل انا عايش في ايه بقى. انت الله يعينك والله العظيم، لان هو نفس الصفقات البروباجندا اللي قبل السيزون وهنروح نكتسح كل حاجه، نفس تقريبا السيكونس بتاع السيزون ماشي ازاي. عندك اماكن محتاج فيها لعيبه اهم ما بتجيبهاش ومركز على شويه بالظبط.
نفس اللي انت خليت المدرب عشان تشامبيونز ليج في الاخر خرجت بشامبيونز ليج، دلوقتي الاهلي احتمال ما يوصلش كونفدراليه اصلا. الاهلي مش هيوصل افريقيا السنه دي يعني بنسبة احنا كبيرة. ايه ده؟ انت محتاج تكسب منافسينك المباشرين وهم آه. يعطلوا بعض عشان انت توصل تبقى التاني، مش انك هو الدوري. بس لا دوري ايه؟ الدوري خلاص خلص. الدوري انتهى. انت عايز توصل تاني بالعافيه عشان بس افريقيا، لان افريقيا بتوصلك كاس عالم. انت كده ممكن ما توصلش كاس عالم. عد بقى الفلوس اللي انت هتخسرها، اتفضل. رعايات على شروط جزائيه بقى دافعها عشان تبقى توفر كويس. للاسف يعني الكلام على ليفربول والكلام على الاهلي هو احنا بقى لنا بنصيح سيزون كامل ومفيش حاجه بتتغير. مفيش حاجه هتتغير السنه دي خلاص يعني. يا رب نطلع بقى الخسائر. انا اعتقد ان يعني بالنسبه للفرقتين يعني يوصلوا تشامبيونز ليج، عشان انا لو ريال مدريد طلعنا بجد يعني هتبقى قفله وحشه قوي للسيزون. دي حقيقه قفله وحشه قوي للسيزون بجد يعني. بس كده، ودي كانت حلقه الشامبيونز وشويه صيح اهلاوي خفيف كده، ونشوفكم الاسبوع الجاي في ماتشات العوده في الشامبيونز ليج.